السلام عليكم. اليوم حبيت نشارك معكم صابلي والشوكولا بطريقة جد اقتصادية وبمقادير مضبوطة وناجحة 100% بإذن الله. تشوفوا كيفاش تجي ما شاء الله. تبعوا معايا باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. بسم الله، نبدأ على بركة الله. نحتاج في هذه الوصفة إلى 250 جرام زبدة ولا مارغرين. أنا استعملت لابيل وزدت له شوية ملح وززت سيترون مبشور الليمون وملعقة صغيرة من الفانيلا وزوج معالق كبار سكر جلاس، سكر ناعم. نخلطوهم مليح، ندخلوا هذاك السكر في الزبدة حتى وين تولي الزبدة كريمية كما تشوفوا في الفيديو. ونزيدوا 3 حبات بيض وتاني ندخلهم مليح في الزبدة حتى وين نشوفوا هذيك الزبدة ولات كريمة ملساء كيما تشوفوا في الفيديو. تقدروا تستعملوا الباتور، غير انا اللي ما حبيتش نستعمله. ودوكا نزيدوا 2 معالق كبار نوات كوكو يكونوا مملوئين مليح بومبي، وانا ما مليتهمش مليح سي بور سا درت 2 معالق ونص. وتاني ندخلوا في هذاك الخليط ونزيدوا 2 معالق كبار مايزينا او نشا، تاني نخلطوها نزيدوها ندخلوها مليح. وبعد ما خلطناهم كامل دوكا نزيدوا الفرينة تدريجيا. دوكا ناخذ الكاس الاول، شوفوا هذاك الكاس اللي كيلت به، ونزيدوا النصف كيس خميرة كيميائية، النصف كيس خميرة كيميائية نغربلوها تاني ونخلطوا هذاك الخليط مع الفرينة. شوفوا العجينة راهي ناقصة، ناخذ الكاس الثاني ونغربلوه ونزيدوه. ديروا الفرينة تدريجيا حتى وين تشوفوا العجينة نتاعكم ملمومة كيما حبيتوا. نزيدوا الكأس الثاني، دوكا نجمعوها غير بأصابع يدينا ما نعجنوهاش. وانايا زدت الكأس الثالث، اخذتني هذه العجينة 3 كؤوس من الفرينة، وانتم تقدروا ديلكم اكثر او اقل حسب نوعية الفرينة اللي تستعملوها. شوفوا العجينة كيفاش تجي. ودوكا نغطيوها ونبداو في العمل. انايا عندي هاد الليمون اللي استعملتهم، وانتم تقدروا تستعملوا اي ليمون اللي عندكم. ناخذوا العجينه، ما لازمش يكون هذاك المول مملوء حتى النهايه، لازم نخليله شويه فراغ كيما تشوفوا باش كي طيب تتنفخ وما تخرجش لبرا. نكملوا على هذه الطريقه كامل الليمون اللي عندنا. وشوفوا بعد ما خلصت منهم كليا ودوكا ندخلوهم للفرن نسخن من قبل على درجة حرارة 170 درجة حتى وين تشوفوها اللون نتاعها ولا ذهبي كيما تشوفون. نخرجوها ونخليوها حتى وين تبرد مليح، خليو هداك القطو حتى وين يبرد مليح. دوكا ناخذ هذوك الليمول اللي طيبنا فيهم، انا هنا ذوبت الشوكولا. دوكا نديروها في هذيك الليمون بهذيك الطريقه. لازم نديرلو مليح الشوكولا باش ما تقعدش في الجاتو لي فيد ولا اي حاجه. نردو هذيك الجاتو لهذيك المول بهذيك الطريقه ونكملو يعني بنفس الطريقه حتى وين نخلصوا تاني كامل ليمول، ونغطيو كامل الجاتو ونحطوهم في الثلاجة حتى وين يبردوا ونحيهم. شوفوا كيفاش جا الشكل النهائي لهذا الجاتو، جا ما شاء الله. كل واحد حسب الذوق نتاعو في التزيين. نتمنى عجبتكم وصفة اليوم، ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد. الى اللقاء، سلام.